بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. لا زلنا مع المتسلفة المتوهبة المتلونين بكل لون. الحرباء تغير اللون بالنسبة للمكان، أما هم فيغيرونه بالنسبة للمكان والزمان. وإذا كان شر الناس كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم هو ذو الوجهين، فإن هؤلاء لهم أكثر، يعني لهم وجوه، يعني 3 أوجه أحيانا وأكثر والله، وحالهم معروف وشأنهم معروف. طبعا السرساوي من ضمن هؤلاء بيقول إن المظاهرات يهودية. طيب يا عم الشيخ، يهودية يعني ينفع نحضر أو ولا نخالف اليهود؟ والله اسمعوا كلام الشيخ ماجد لتروا وتحكموا بأنفسكم. الشيخ مازن، يعني هذه المظاهرات، وهذا أصلا ما يكون المظاهرات اليوم، هذه المظاهرات أساسها يهودي، ليس لها صلة بالإسلام. ما رأينا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مظاهرة ولا يقود مظاهرة أبدا، ولا طبعا أهو يعني معناها استدل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هم الدين يعني أخذين الدين لحسابهم يا جماعة، والله يحلوا الحاجة النهارده ويحرموها بكرة. وزي ما الشيخ محمد حسان مش بيقول كانت نازلة، قلت هو كان طالع لها، هو قصده على الساوى على ظهوره مع النساء. للأسف الشديد تلون عجيب وغريب. طبعا الاستدلال جائز اهو تاني برضه، لم يفعله النبي ولا غيره، ولكن هل النبي يتظاهر في مكة؟ شوف يعني، او خرج على الحاكم، او خرج على الناس وشبه. يا ساتر يا رب، شوفوا فلسه ظل في مكة 10 سنين أو أكثر يحاربه الكفار ويضطهده أبو جهل وجماعة من صعيد، فما قال غرض وقال أسقط أبو جهل. ما فعل هذا قط صلى الله عليه وسلم، ولا فعله واحد من أصحابه لا بعد ولا قبل الهجرة ولا في كل الإسلام وعرضه قامت هذه المظاهرات. يبقى إذن يعني معناها ما ينفعش نقول يسقط حسني مبارك. طيب امال ليه شاركت يا عم الشيخ مازن يا متسلف يا متسلق يا متلون؟ متسلق لانك دخلت في الاخر لما حسيت ان الكفه راجعه زي محمد حسان وزي باقي المتسلف. طيب لو ظلموك وبهدلوك يا شيخ مازن، هل ينفع تعمل ثوره وانت طبعا لم تظلم؟ انت استاذ في جامعه الازهر، قول يا عم كده، قول بين لي كده. لا صح، انا ممكن اكون ظلمت بالتأثير وهم يعني ظلموني وسينتقم الله منهم، لكن ده مش مبرر ان انا اعمل فتنة واعمل ثورة طب كويس، يعني خلاص مش مبرر ان تعمل فتنة وتعمل ثورة. امال ليه نزلت طيب يا شيخ؟ طب صحيح يا شيخ مازن، لو الناس اللي بتكفر دول اللي انت بتقول عليهم خوارج، هم خوارج صح، طب لو شاركتهم انت في العمل ما حكمك انت على نفسك؟ تكلم عن الشيخ مازن كده. ممكن يكفر واحد عشان هو مثلا يعني لا يرى ان احد الذنوب هذه كبيره وفعل كبيره كافر. ممكن عندهم صفات الخوارج انهم يكفرون بالذنوب، يكفرون بالذنوب، وانهم يقول على اولياء الامور، يقول على اولياء الامور، وهذا علامه فاصله للخوارج وغير الخوارج. يعني كان اهل العلم لما ينقل له الفلان هذا خارج ياتي به ويساله ترى الخروج على على الحكام، فيقول لا. هل تكفر بالذنب؟ يقول لا، يقول ليس من الخوارج، بس قد يكون في صفة نصفر لكن مش خوارج. القضية ان نفسه يقول يبقى اذا يا عم الشيخ مازن انت كده من الخوارج. انت يسألك هل يجوز الخروج او الحاكم على الحاكم، يبقى اذا انت من الخوارج يا شيخ. نشوف كده. طب يعني ممكن مثلا يا شيخ مازن نسور وخلاص يا اخي، ما عادي، ما انت بتحرم حللها المرة دي، حلل الثورة الثانية مش الثورة الأولى يا شيخ مازن، معلش عشان خاطر. ايوه ايوه يصف الناس جميعا ويعلنوا انطلاق الثورة الثانية من الثورة، تجميد الثورة. نحن سنعتصم حتى النهاية إلى ما نأخذ حقوقنا العلمية بسيطرة الإسلام. وأنا بحذر وكلكم طبعا أسئلة وعارفين هناك جماعات موجودة في وسط الموجودين، وستجد جماعات أخرى بعضهم محرك من المنظمات العامة والأمن الوطني والجمعيات الدولية، وبعضهم هو يعتقد كده، يعتقد ان ده وقت الجهاد المسلح ونحن جميعا نرفع الشمل. ده المفروض ما يحصلش، فلنأخذ جميعا بيد من حديد. ايوه يا شيخ مازن، طب كويس.
يعني ممكن اكثر من ثوره عادي مفيش مشاكل. عموما يا شيخ مازن احسنت تناقضا، والكلام ده اللي قبل الاولاني طبعا ممنوع الثوره كان 2010، التالي كان 2012، ومن نشر هذا فهم قادة السلفية وليس سيد سليم. تفضل. من اول يوم في الثورة قلناه في كل مكان، هذه الثورة ثورة مباركة ميمونة، لكن ده مش مبرر ان انا اعمل فتنة واعمل ثورة، فنحن ايدناها من اول يوم، لكن ده مش مبرر ان انا اعمل فتنة واعمل ثورة. من اول ما ظهر ان الامر سيتغير فيه الحال كنا نحث الاخوان على الذهاب، ونزلنا معه في اخر الايام الى التحرير. تمام يا شيخ. طيب مبروك يا مولانا النزول. طب احنا عايزين نشوفك فين ايامك صح اليومين دول. ايه رايك في اللي بيحصل واللي حصل وليه صح ما بتطلعش ولا طلعت في طريق الرحمه؟ الشيخ محمد حسان رجع، اشمعنى انت ما رجعتش؟ ده رجع هو ومجموعه، راجل العدوي راجع وحبايبك كلهم رجعوا، مش عارف انت ما رجعتش ليه. والله يمكن العيب فيهم اللي ما رجعوكش، او العيب فيك ان انت ايه متلون غير تلونهم. لا تقريبا تلونكم واحد او متشابه او ملتقي. على عموم ربنا اخوانه في القناه اللي بترد عليه جايبين الاثنين مع بعض، جايبينه هو بيقول لا مش مبرر نعمل ثوره، وجايبينه هو بيقول ايه احنا شاركنا في الثوره المباركه. نسمعك برضه والختام يا شيخ مازن. لكن ده مش مبرر ان انا اعمل فتنه واعمل ثوره. فايه ده الخروج على الحاكم ودخول على الحاكم ده كلام فيه فارغ. ده الخطا اللي لا حول ولا قوه بعض اللي وقع فيه الخوارج واتباعهم من المتطرفين في اسمع واطع، ولو ضرب ظهرك واخذ مالك. لكن ده مبرر ان انا اعمل فتنه واعمل يعني لا حول ولا قوه الا بالله. الاثنين مع بعض يا شيخ ليه كده؟ يعني مره مفيش خروج ومش مبرر ان تعمل ثوره، وبعديها تقول كلام فارغ اللي قال، يعني الكلام اللي قلته زمان كله فارغ، استدلت بيه بكلام الرسول ويبقى كلام فارغ. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. يعني عدم الثورة كلام فارغ، الثورة كلام فارغ، الاثنين مع بعض ازاي يعني؟ يجوز الثورة ولا تجوز؟ الاثنين ازاي يعني؟ أو تجوز ولا تجوز؟ اتقوا الله اتقوا الله، ضيعتم فضحتمونا، ضيعتم نور وروح الإسلام عند الناس، فضحتمونا. استغفر الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.